السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم يا متابعين صدري؟ إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم رجعنا فيديو أسطوري وجبار. نعم جبار يا سادة، لأن اليوم راح نشرح بعض اللاعبين القادمين وبعض الأحداث القادمة، وكمان راح نجيب لكم إجابة حكاية وطن في حدث إنجلترا. نعم يا شباب، بس قبل البدء ما تنسوا ما تعملوا لايك جبار واشتراك بالقناة يا شباب لحتى نكسر 1000 المشترك يا شباب. وأريد منكم الآن يا شباب تعملوا اشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس حتى يجاك كل جديد، وتعملوا كمان لايك جبار وتعليق حلو يا عزيزي المشترك، نفسك حلو. ولا تنسوا ما نكسر اليوم 1000 المشترك. وكمان يا شباب نسيت ما أقول لكم أنا فاتح قناة عن شحن لعبة فيفا موبايل، وراح أحط لكم رابط القناة في التعليقات، ولا تنسوا ما تدخلوا. وعروضنا جدا جبارة يا شباب، ويلا بينا إلى الفيديو. Let's go. وأما مبدئيا يا شباب، مثل ما انتم عارفين بعد حدث دوري ابطال اوروبا نازل راح ينزل معنا حدث التوت. وانتم عارفين يا شباب ان حدث التوت مش بسيط، ان حدث التوت شيء جدا اسطوري، وهو لكن نسبة اللاعبين الذين راح ينزلوا في الحدث. معاك كريستيانو رونالدو الاسطورة، ومعانا كمان اوليسي، ومعانا هاري كين، ومعانا عثمان ديمبلي، ومعانا فيتينيا، ومعانا نونو مندش، ومعانا جواو فيليكس، وكمان دياز، في كثير يا شباب من اللاعبين الاسطوريين الجيدين. ان شاء الله انهم ينزلوا كامل يا شباب. وكمان معانا في حدث حكاية وطن راح ينزل معانا حدث قسم اسبانيا. وشوفوا هؤلاء اللاعبين معانا يا شباب راح ينزلوا كنسبة هذا القسم. معك بوتار، معك كاسياس، معك تشافي، معك راؤول، معك لامين يامال وبيدري، وكمان كوبارسي. وان شاء الله يا شباب ان يكون هذا القسم قسم رائع جدا. وانا ما انصحكم يا شباب تاخذوا منه ولا اي لاعب وجمعوا النقط، لان حد قسم ايطاليا راح يكون فيه اللاعبين 117 على ما اظن، 118 او 118 و 119. فانصحكم لا تستخدموا ولا تجروا ولا اي لاعب. وهنا يا شباب رد احد المطورين تبع شركة اي يرد على اسئلة المتابعين بخصوص اللاعبين الذي في حدث دوري ابطال اوروبا الذي راح يستادون اذا لعب الفريق ماتش وفاز، فاللاعب راح يستاد او سجل. اذا واللاعب راح يستاد الذي من تبع تاخذ من تبع توكن الحدث. فهمتوا وين اللاعبين؟ تمام يا شباب. فالسؤال الاول قالوا له هل راح نقدر نستلم اللاعبين بعد زيادة الاوفر؟ قال لهم نعم راح نقدر نستلمه. تمام يا شباب. والسؤال الثاني قالوا له هل راح يستاد سعر اللاعبين بالتوكن بعد زيادة الأوفر؟ قال ما راح يستاد، يعني سعرهم مضمون انه ما راح يستاد، السعر على ما هو بعد زيادة الأوفر. تمام يا شباب. والسؤال الثالث قالوا له هل راح نقدر نعمل لهم مقاضة للتوكن تبع الحدث هذا؟ التوكن هذا ندخل المقاضة ونعمل مقاضة للاعبين، ونقدر يعني نجمع 450 وناخذ لاعب. فهمتوني يا شباب؟ ايوه. قال ايوه نقدر يعني نفعل لهم مقاضة، بس السعر راح يكون نفس السعر ب5 توكن، نفس ما الحين هو ب5 توكن في المقاضة. لو استاد ما راح يعني تقدر انك تزيد في المقاضة، راح يكون ب5 توكن. والسؤال الرابع والاخير قالوا له متى الاوفر راح يستاد مع اللاعبين؟ قالوا فجابوا رد قال بعد اسبوع الماتش. خلاص يا شباب، هيك يعني كل شيء جاهز وشرحنا كل شيء سوا يا شباب. ان شاء الله ما اكون يعني ما شرحت لكم سوا، وان شاء الله انه الفيديو نال اعجابكم. وفي نهاية الفيديو يا حبايب قلبي لا تنسوا ما تعملوا لايك واشتراك بالقناة، واهم شيء يا شباب تصلوا على الحبيب محمد وتشتركوا بالقناة وفعلوا لايك جميل وتعليق جميل. وكمان ما تنسوا ما تشتركوا، اهم شيء الاشتراك عشان هذا الاسبوع نكسر حاجز او بهذا الشهر نكسر حاجز 1000 مشترك. نكسر 1000 المشترك ان شاء الله قريبا يا شباب. وفي امان الله.